بسم الله وما شاء الله. مقروض تاع الحراير، مقروض يذوب في الفم، مقروض ما شاء الله. شكون اللي ما يشمل يصلح لها المقروض. نعطيها الوصفة هذه ناجح 100%. بالنسبة للمقروض هذا أنا البنات استعملته عندنا مناسبة ودرته في المناسبة هذه وشاركت معكم الوصفة. تبعوني البنات راح نعطيكم الوصفة. بالنسبة للمقروض هذا ناجح ب100%. واللي ديروها البنات خلي لي تعلق لي لتحت هكا باش تأكدوا من مصداقية الوصفة. أول حاجة البنات أنا استعملت دقيق تاع كنزة هذا متوسط، أنا شريت تاع كيلو البنات، ما جبتش الشكارة الكبيرة، هذا تاع كيلو بالدقيق هذا بربي إن شاء الله يصلحك المقروض. استعملت الكيلة الأولى، هنا استعملت الكيلة الثانية، هنا راح نستعمل الكيلة الثالثة. هنا البنات اللي حبت تغربلوني ما حبتش، هنا ماما قالت لي نغربلو، قلت لها نورمال ماشي مشكل. درت 3 كيلات من الدقيق هذا وراح نستعمل، راح نحط الملح. بالنسبة للملح شوفوا البنات انا قد ما حطيت، وراح نزيد نضيف ايضا 2 حفنات تاع فارينه. بالنسبه للفارينه البنات انا نستعمل الفارينه هكا باش المقروض تاعي ما كلاه سما يتشقق لي كي نطيبو. هنا استعملت صمعه مدينه ذوبتها وحطيتها هنا في الكيله تاعي. والبنات ما درت المهم راكم شفتوا، المهم انا ما عبيتش الكيله بالصمعه، الكيله تاعي كملتها بالزيت. بالنسبه لبنات الزيت نحط حتى توصل الكيله، نخليه هو يبدا يسيح قد قد انا نحبس. نعاود لكم البنات بالك ما فهمتونيش. انا استعملت صمعه مدينه ذوبتها حطيتها في الصحن تاعي. بالنسبه للكيله اللي استعملت بها الدقيق هي اللي كنستعمل بها الصمعه هذه، وخليت منها حوالي اندمه وكملته بالزيت هكا البنات باش يجيني ما شاء الله. هاني استعملت مدينه هو يبدا يسيح قد قد انا نحبس الزيت تاعي. هنا بالنسبه للمحير شوفوا البنات الرسمي في المحير تاعكم شتو كي تمحروه جيدا يجيكم مقروض ما شاء الله. هنا محرطو البنات حتى يولي لي الدقيق تاعي بيض. هنا الاضاءه تاعي ما بانتش، المهم نتوما كي تخدموه محروه جيدا حتى الدقيق تاعنا يولي بيض. شوفوا انا هنا اللي محرطو جيدا. شوفوا زدت درت زيت دقيق كي شتو درتو هكا بيدي كي شتو تلم عرفت باللي راهو بالبيان. هنا لميتو البنات راح نغطيه نخليه ليله كامله، وانتم كيما حبيتو تخليوه ساعتين 3. هذا اختياركم. هنايا شوفوا البنات سما غطيتو خليته ليله كامله. بعد ما خليته ليله كامله هنا راح نضيف له الماء. بالنسبه للماء البنات انا استعملت ما الكيله تاعي شوفوني ما عبيتهاش، راني درتها نقص اندوا من الماء. استعملت نص من ماء زهر ونص من الماء. الكيله تاعي هنا البنات شوفوا ما عبيتهاش. بالنسبه للدقيقه البنات كاين ثاني اللي يشرب كاين اللي ما يشربش. انا هنا استعملت الماء تاعي نحط بشويه واللم نحط بشويه واللم. هنايا انا استعمل الماء تاعي هزت لي الكيله قد ما فضل لي منها حتى شيء. هنا بعد ما درتو في الماء والاخر خليته هكا نخليه يشرب، هو يشرب وحده. شوفوا الكيله تاعي تاع الماء هزت لي قد استعملت ماء الزهر واستعملت الماء عادي ناقص اندمه من الكيله اللي استعملت بها الدقيق. فوالا نتمنى تكونوا فهمتوني جيدا. هنا بعد ما شرب لي الماء تاعي درتو بالطريقه هذه. هنا البنات على بالي الطريقه كامل تعرفوها، المهم انا اعطيتكم الوصفه ناجحه 100%. هذه ايضا هذه الطريقه التقليديه ايضا راكم كامل تعرفوها. مي حبيت نصور لكم ونعت لكم، وبربي ان شاء الله بربي ان شاء الله يعني تجيكم وصفه ما شاء الله تجربوها وتخليوا لي التعليق تاعكم الشابه. فوالا وهنا حليته بالطريقه هذيك ايضا راكم كامل تعرفوها. هنا البنات حاولوا تحلوه سما متساويين، ما ديروش طرف خشين طرف رقيق. شوفوا هنا كي طبعت البنات لضيت جيدا هكا باش تجيني الرشمه تاعي تجي ما شاء الله. ها لضوا البنات وما تخافوش عادي. شوفوا بالطريقه هذه ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هنا قسمتو بالطريقه هذه. وهنا راح نعدلو نسويه ايضا. شوفوا
وندلو الموس من التحت بالطريقه هذه البنات هكا، ونحطو في البلاطو تاعي. شوفوا كيفاه جا ما شاء الله، وشهيتكم في الجنه. اذا حبوباتي هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى الوصفه هذه تعجبكم، ونتمنى تجربوا المقرود، ونتمنى تخليوا لي التعليق تاعكم الشابه. ومقرود ناجح 100%. كما قلت لكم البنات انا هنا استعملته في مناسبه. وما تنسونيش بالدعم تاعكم والاشتراك تاعكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.